السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هذا البريوش اللي كيجي زوين رائع ولذيذ، ان شاء الله غادي يعجبكم. المقادير ديالو سهله. عندي كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، كاس معامرش ديال الزيت، وكاس معامرش ديال السكر، معلقه ديال الخميره الفوريه، قبيصه ديال الملح، جوج بياض البيض والصفار نخليوه باش ندهنو به، وعندي 800 غرام ديال الدقيق وساشيات ديال فاني. اول حاجه خصنا ندفيو الحليب، عاد غادي نعجنو به ان شاء الله. كما كتشوفوا انا غادي نعجن في العجانه. درتو في داك البول ودرت واحد 2 معالق صغار ديال الفاني، حيت انا درت البودر. تقدروا ديروا سكر ساشي، ديروا زوج. كاس معامرش ديال السكر سنيده اللي هو 130 غرام، وكاس معامرش ديال الزيت 140 مليلتر. ان شاء الله غادي نكتب لكم كلشي المقادير تحت في صندوق الوصف. هنايا عندي جوج بياض البيض والصفار خليته باش ندهن به، وقبيصه ديال الملح ضروري. نخلطوا هاد المكونات بواحد المعلقه، وغادي نضيف ديك 800 غرام ديال الدقيق كامله، وغادي نعجن. بالنسبه للسكر تقدروا تزيدوا كتر الا كانت كتعجبكم الحلاوه، ديروا كاس ونص هكاك. صافي غادي نعجن العجينه. تقدروا تعجنوها بيديكم باش ما بغيتو. المهم العجينه ما غاديش تجي تلصق بزاف في اليدين. المهم كما كتشوفوا هي رطبه بصح ما كتلصقش، يعني حتى كتعذبكم. دهنت يديا شويه بالزيت وغادي نجمع ديك العجينه. غادي نقلها من هنا نديرها في واحد البول اخر، وغادي ندهنها من الفوق بالزيت صافي. وغادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. ضروري تخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها، عاد نخدموا بها. عاود نغطيوها بواحد السربيته ولا منديل صافي، ونخليوها ترتاح على خاطرها. هنايا انايا من بعد ما خمرت معايا صافي، دابا غادي نسرحها. ندهن شويه داك سطح العمل ولا البوطاجي بالزيت باش يساعدني انني نسرحها. حاولوا انكم تسرحوها شويه مزيان باش ما تعذبكمش. وانايا عبرت واحد 100 غرام ديال الزبده. انا هنا درت زبده حيوانيه غير 100 غرام صافي. غادي نحاول نفرقها في يعني في كل طويه غادي نسرح فيها شويه ديال الزبده كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، راه واضح ان شاء الله. وغادي نجمعها على الجهه الاخرى. وهنا غادي ندير غير في النص الزبده، غير النص الفوقاني الزبده، وعاود غادي نجمعها. صراحه هذا البريوش كيجي بنين بزاف بزاف والله العظيم، الا كيجي والوليدات كيعجبهم. هنا عاود غادي نسرحها، وغادي ديك الكميه اللي بقات لي ديال الزبده نحاول انني نسرحها في هذه الجهه هذه، ونعاود نطويها صافي. هذه هي المرحله التاليه. وهنا غادي نبدي ان شاء الله نقطعها معكم باش نشكلوها على شكل بريوش. غادي نقول لكم بريوات. صافي كما كتشوفوا كتجي مرقه. ها هي الطويه ديالها ساهله بحال الكعكه. تقدروا تشكلوها الشكل اللي بغيتو. كما كتشوفوا يعني ما تكونوا كتلويو جبدوا واحد شويه عاد دوروا صافي. وبحال تما تعقدوها واحد العقده وديروا في الصينيه اللي غادي يدخل الفران. ان شاء الله غادي نزيد نشارك معاكم واحد الحبات اخرين. هنا قطعوها كامله باش ما تعذبكمش. غير انا من كنت كنصور كنحاول انني يعني غير كنوريكم الشكالات، عاد من بعد قطعتها كامله وخدمتها في دقه واحده باش تجي خدمه سهله. كما شفتوا راها سهله مهله ماشي صعيبه. غير ما تكونوا كتلويوها جبدوها شويه صافي ولويو ساهله وحطوا في الصينيه. هذا هو من بعد ما كملتهم. هنا غادي نخليهم يخمروا. ضروري تخليهم يخمروا، يعني راه يقدروا ياخذوا لكم حتى ساعه ماشي مشكل. غطيوهم وخليوهم يخمروا. هنايا نسيت حتى غطيتهم وتفكرت ما قلتش باللي خصنا نقرصوهم غير واحد شويه حيت غادي ينتفخوا صافي. وديك الساعه نولي نغطيهم من جديد ونخليهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم. انا هنا بحال زربت عليهم شويه حيت كان خاصني ضروري نطيبهم باش نخرج. نتوما خليوهم يخمروا. انا خليتهم غير نص ساعه يعني خمروا، ولكن كان خاصهم مازال ماشي مشكل. هنايا صفار البيض زدت معاه شويه ديال الحليب وغادي ندهنهم. وانا هنا راني شعلت على الفران كيسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت صافي. وراه الطياب ديالهم عادي بحال كنطيبوا شي بريوش، يعني اي بريوش كنطيبوه
نفس الطياب. هنايا درت شويه الجلجله الابيض في ديك الطيه اللي طويت. تقدروا ديروا الجلجله العادي ولا تقدروا تخليوهم هكاك اللي بغيتو، غير باش يجي المنظر ديالهم زوين وصافي. وهنايا زدت واحد الحبيبات ديال الشوكولا كعارفين على حسب الوليدات وصافي. وان شاء الله غادي نوريهم لكم هما في الفران. هادو هما في الفران، شفتو كيتضاعف الحجم ديالهم كتر. وهذه هي النتيجه ديالهم من بعد ما طابوا. ان شاء الله غادي نوريهم لكم. ها هما كيجيو واعرين والله العظيم، الا غير جربوهم على ضمانتي. ونتمنى ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو هذا خليوا لي شي تعليق زوين. وشكرا بزاف على الناس اللي دخلوا عندي الفيديو اللي حطيت البارح، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. الله يخطيكم، الله يحفظكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.